ازيكم يا اصحابنا عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فين اللهم صل وسلم وبارك. مش عارفه سرحت في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا النهارده نفسك بقى في ايه؟ البيت صورينا صورة اه كده. تحدي جديد بقى، تحدي التونة. النهارده ايه حبيبة؟ رحت لقيتك دخلت على الفيديو. لا تحدي تحدي التونة التونة. مين بقى؟ ده عايزه مخ بقى وناكل براحتنا. ممكن ناكل براحتنا. تونة مين النهارده اللي بقى فيها ايه؟ لحد؟ هما بيحبوا خالص التونة. دي حاجه ايه؟ ف اه مخمخة، شفتوا ادم؟ ايه هي المخمخة ديت؟ عشان التونة يعني. هما بيعشقوا حاجة اسمها تونة. وراح قال لنا يا ماما هجيب التونة الحارة. فقلت له خلاص، أنا وبصل بعشقها. بقى واشتغالات بقى وايه، اللهم صل على النبي يعني. طبعا هي احلى من السمك بصراحه، انا نفسي بحبها خالص. بتاكل يعني، في حد بصوا ما يحبش بتاكل التونة؟ خالص. قلت بسم الله الرحمن الرحيم الاول، جنبها شويه بطاطس محمره وبصل. يلا دبي بصل زي ادم يا حبيبي. انا ما رضيتش احمرها قوي البطاطس عشان تبقى طريه عليكم وتاكلوها حلو، يعني ما تبقاش ناشفه كده وتقرمش جامد على سنينك. انت لوحدك بتشتكي من سنينك. ايه رايكم؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم. كل بصل بقى يا ادم، عايزاك ايه طبق البصل ده تخلص عليه. بصوا يا اصحابنا، انا حاطه لكل واحد منهم، بص انا احب العدل، انا احب اعمل خير كتير يعني. حاطه لكل واحد منهم قرن شيلي يا شطه. جماعه حطنا. انا ماليش دعوه والله يا بنتي، هي اللي كانت محطوطه في الايه، في العلبه. نزلي ايدك يلا. مش حراق نزلي والله. ايدك في الطبق عشان انت مش عايزه تاكليه ولا عايزه تاكليه؟ لا انا بحط الصلصه بتاعته بس. طيب خلاص ماشي، هاتي. عشان هو هي بلاش ده عشان ده بيبقى مليان البذر بتاعه بيبقى حراق خالص وسخن. حراق مين ده؟ ما ده امسحي في المناديل يا حبيبي، مش حراق اساسا. امسحي في المناديل اهو، خدي مناديل وامسحي يلا. يا جماعه ايدك فيه. جميله. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا استاذه منى. طيب شكر لله. يلا كلي بصل زي ادم. وبصل يا اصحابنا بقى ايه بقى ايه. دبيت نص بتاع الفلفل يلا بألف هنا. يلا زي الناس مش حراق. حوشي ايدك بس انتي من على لبسك، الله يرضى عنك. الله يرضى عنك عشان دي فيها زيت. ومش هنحط احنا كده. يا ماما. انت عايزه بفتة. لا ابدا ما بخافش. لا مش في، هو انت اللي بتغسلي ولا بتمرشي؟ يلا قولوا لاصحابكم تحبوا التونه زينا ولا لا، خد من عند الشطة. او بتحبوها حراقه ولا لا. هو تقريبا انا الفيديو ده هتكلم انا لوحدي يا اصحابنا. اقعدي عادل عشان كده حرام الاكل. ويا ريت ايدك ما تلمس. خلاص يا ايد خلاص، اللي وقع انا هجيبه لك. في بصل تاني كتير خليكي. يلا جبنا البصلايه اللي وقعت. البصلايه قالت حاولوا انقذوني يعني. حاولت تهرب من ايدهم ما عرفتش. جبناها تاني من راسها. يلا قلت بسم الله. كل يا عم على طول يا عم، كل يا عم. وحشوني انا هاجم عليك. ادم هجم عليكم. الله احنا يرحمه. عايزين يا اصحابنا نتفق اتفاق، اللي مش هيكسب في التحدي ده، ها، وخصوصا حبيبة، هنعمل هنعمل فيها ايه؟ هنأكلها البصل ده كله. لا مستحيل. والله الفيديو اللي العظيم. فات ادم نكر عليا بتاع الاندومي بتاع تحدي الاندومي، راح قال لي كنت جبت ده كده بصلايه كامله. ده البصل ده احلى اكله واحلى مضاد حيوي. يا جهله يا اللي ما بتفهميش، والله العظيم. يا جماعه انا مش مستنى فرصه، انا باكلها على طول. بألف هنا يا بابا. انا بحس ان انا بتخيني والله يا ادم جدع خالص ما شاء الله على حبيبه، بيحب البصل خالص. لا يا بابا نعمة ربنا، صح يا أصحابنا، مش كله نعمة ربنا ونقول فضل والنعمة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عشان عش اللي اتبهدل. ليه؟ عشان ما بحبش اكل البذر ده. انت مش بتحبي تاكليه؟ استني ادم يغمزهولك. ادم اهو، وانا اقرب لك الطبق منه. كلها انت يا ادم البذر ده. انت خايفة يعني يكون حراق؟ لا اصلا مش بحبه اصلا. خلاص كلها يا ادم. انت اكلت مع التونه. ما تاكلش مع التونة. كلها البذر بس. خلي بالك ده هي عداهم تونية تونية. ده لو امها حتى كانت حطت ايديها في طبق التونه ده كنت اكلها. لا حبيبه كريمه خالص والله ما شاء الله عليها وجدعه، يعني ما مش بيهون عليها تاكل حاجه غير اما تدي لماما وبابا اصحابي واحيانا ادم. ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. لما باجي اكل ايوه باكل شيء كيس طبعا في الشنطه. ايوه اجي اطلع عشان امسكه
مفيش. بيبقوا هجموا عليه. هاتي واحدة. هاتي واحدة، هاتي واحدة. هاتي واحدة. شاطر يا حبيبي. وبالذات في اللي في التدريب معايا انا. على فكرة كده التحدي هيخلص وانت عمالة ترغي وبراحتك وهو اللي التدريب هيكسب. معايا انا. خلاص يا اصحابنا، هو شكله مش هيبقى فيه شوفي. تحدي، احنا بس لا، حبينا لا، ايه. في تحدي. انتوا ما شاء الله اتفق زي ما هو مش عارفين تاكلوا. لا كلي بطريقة حلوة يا حبيبة، حبيبة حبيبة كده، كلي بطريقة مش حلوة. ده تحدي ولا ايه؟ لا التحدي ان احنا، هو معنى ان هو تحدي ما ناكلش بطريقة حلوة ومؤدبة. الاكل ليه ادب وليه يا ماما احترام هو يا بابا. تحدي ماشي، بس بلاش فكرة السرعة دي لأن أنا عايزة مخمل فيها. بلاش فكرة السرعة، لا احنا مش يعني مش بنحب السرعة. الناس اللي بتظبط الاكل ده غلط اساسا وبيتعبوا المعدة. خد يا بابا امسح ايدك. انا التونة دي انا بيستحب يا اصحابنا وهما بياكلوا التونة انا ما باكلش معاهم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ قولوا لي ليه بقى يا حبيبه انت وادم. انا بفضل ماسكه لهم المناديل وابقى واقفه كده. انا بتذنب وهما بياكلوا لان عارفه انه كلها زيت. خد يا ماما منديل، خد يا بابا منديل. قولوا بقى لاصحابنا اللي بيحبوا التونه زينا هتقعدوا معانا شوية بقى لغاية ما نخلص. يكتبوا لنا في الكومنتات بقى بتحبوا التونه ولا السمك اكتر. احنا بصراحه بنحب التونه وما جدا يعني. تزهقوش لأن في ناس بتعمل فيديوهات ساعة. لا احنا ما بنحبش نطول على اصحابنا عشان ما يتضايقوش مننا. والبطاطس دي حاطه لهم عليها التوابل بتاعه البيتزا. كل شويه تقول لي يا ماما حطي شطه، قلت لها لا كفايه شطه. ده تونه بشطه وكمان بطاطس بشطه. ايه رايك يا عم ادم في البصل؟ مش عاجبني. كل يا عم حراق. كل. مش حراق. كل يا عم بألف هنا بألف هنا. سيبك من حبيبه، حبيبه ما بتعرفش تاكل. كل انت بس بصل كده الله يرحم ومخمخ في البصلاية. البصل. كل ومخمخ. سميته الله بس الأول. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقولها تاني عشان ناخد حسنات ونفكر أصحابنا هم ياخدوا ثواب حراق. واحنا ناخد ثواب. اشربوا شوية مية. حاول استحمل. عايزة مم. اعمل تحدي لنفسي طب كلي بس طيب. مش مستحملة برضه. والله هم اللي قالوا والله عايزينها بشطة وهو آدم اللي نزل وراح جابها. ليه عامل زي الشوكولاتة كده او شيبسي حاجة زي كده. مم. شطة زي الشوكولاتة. طب كلي يا حبيبة تقريبا ابتديتي تتخرفي. الناس الأجنبيين بياكلوها وبيقعدوا يستحملوا كده. التونة خليتهم يخرفوا خالص يا أصحابنا. لا في حاجة فعلا. مم. مم. ها كده لونها بني. مم. عامل زي شريحة الشيبسي كده. اه حراقة مولعة بيطلعوها من كيس كده. الناس اللي بتاكل حاجات حراقة يمكن عبارة عن شطة مركزة مثلا. محطوطة على شريحة. لا احنا ربنا يبعدنا عنهم الكوريين دول. اكلهم فظيع شوية. هما اللي بيجوا من كورونا. لا دول الصينيين الله يسامحهم. يا جماعة انا مش عارفة ما بيتعبوش من كتر الشطة دي. بيمسكوا اللي هو قربي بيكبوا الصوص الطبق. في بقهم بيكبوا بطريقة لا لا عادية. ربنا يعافينا. الناس دي على فكرة يا ادم معدتهم ما في راجل بتتحملش كده شعره طويل وممكن يموتوا بيجيب من اثار فلفل الحاجات كده دي. يحط صوص وبودرة طب كلي وانت بقك اكل ما تتكلميش. وبودرة شطة وياكل كده وبيجيب ازازة شطة كده. مم. أنا- هي على في واحد فعلا بيطلع في اليوتيوب يعمل تحديات او حاجات زي كده يعني. واحنا عارفين يعني مم. الناس الكوريين والشطة طب يلا كله. أنا مم. في بقى هم على فكرة مش قادرين يكملوا. عايزة مخمخ فيها براحتي بس بعدين بس بقى مش قادرين يكملوا فعلا. هي ما شاء الله عليها ايه بتاكل. انت كلتي رغيف واحد بس وكفايه. كملي تاني. قولوا بقى يا جماعة تحدى حبيبة تحدي صعب جدا. احنا مش لازم نخليه تحدي يا ادم يعني خلاص هو اللي يقدر ان هي تاكل بصله يعني. لا برضو هي خلاص يا ادم هي فعلا ما بتقبلش البصل. بس والله يا حبيبه البصل جميل مفيد صح يا اصحابنا. يا ماما ريحة الترجيع كده حراق تبعد. في نفس الوقت في حراق. طب خلاص احنا نقول لاصحابنا يا رب الفيديو ده يكون مش هتاكلها عجبكم. ثواني بقى. كلها انت انهي يا ادم. الفيديو بالبصل بقى عشان هي مش عايزة تاكلها خلاص. يلا نهايه سعيده نهايه البصل. يلا بقى نقول لاصحابنا ايه. واحدة قد كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب. متنسوش تعملوا نتمنى لايك، ان انتوا شير. نتمنى ان انتوا تعملوا ايه اشتراك في القناة وتشجعونا حبايبنا. ولو في اي تعليقات او اي حاجة حابين ان احنا نعملها اكتبوا لنا في الكومنتات. يلا نقول لاصحابنا ايه. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.